السلام عليكم الخوت خواتات، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على اللايكات ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. اليوم عندنا حلقة على جلال والطامو. جلال والطامو عنده 40 سنة، شيفور ديال كاملين، لكن جلال ديما كيصوب غير بالليل ديما. الحكم ان دوك صحابو اللي كيخدامين معاه اكثريا مكيبغوش يخدمو بالليل، لانه كيسمع بزاف ديال الاقاويل انه بالليل الا خدمتي راه يقدر يضربك شي جن. هادي بزاف ديال الحوايج، ومعظم الحوايج اللي كيتعاودوا ان فلان ضربو جن الليل، ضرب شي حاجه وعواجت ليه فمو اولا رقدت على يدو، وبزاف ديال الحوايج. لكن جلال ما كيتسوقش هاد القضيه هادي، حتى والديه ديما كيقولوا ليه هاد القضيه هادي، ان الليل راه ديالهم والنهار راه ديالنا. لكن جلال 20 سنة هو خدام في هاد الحلقة، عمرو شاف شي حاجة بحال هكا. ديما خدام بخير، عايش حياته بخير، كيجي طريب ديال الخبز بحال مضربو شاكر، إيمانو بالله قوي، عمرو ملقى شي مشكل. دازت أيام، داك النهار جاتو مشية لزابورة، مشى الطريق مع 7 ديال العشية، حتى كتبان ليه واحد الجرانة دايزة باغا تقطع. جلال مترددش، فرانا، ورك على الفران صيك، حتى الرويض ترعصاو في الأرض. من حسن الحظ مضربش هاديك الجرانة، وقف حداها وبقى كيشوف فيها، كيقول لها وقطعي الله يحضرني في عرسك. جلال ديما كيبقى يقول شي كلمات، كيبقى يضحك كيخلقها مع راسو، لكن هذيك الكلمة غادي دير بزاف ديال الحوايج. جلال كمل طريقو، ضرب شي 20 كيلومتر ووقف ليه الكاميو. ياك ماشي مشكل في الموطور، هز البيل ديالو اللي حاطو ديما سكور، هبط يشوف الكاميو، هز الكابو كيشوف الموطور، لكن طرات قضية أخرى أن البيل طفى. قال ياك ما غير البيل راني ممشارجيش مزيان، اش غندير؟ غنريح في الكاميو حتى لا داز شي واحد عطيه البيل ديالو نشوف المشكل اللي كاين ويعاونني. جلال ريح في الكاميو، بدا كيحس بواحد النوم عميق بزاف. جلال نعس، لكن ملي حل عينو كيلقى راسو وسط واحد الغابة فيها واحد الهواء اللي زوين بزاف، واحد الريحة ديال واحد العطور صراحة واعرة بزاف. بقا كيشم فيها وعجبات جلال، بقا كيشوف في ديك الغابة اللي كانت كاملة مزينة بالورود، وكانت كاملة زوينة بزاف، غاية في الجمال. ديك الغابة كانت غاية في الجمال، في أبهى حلة عندها ورود، وواحد الرائحة اللي كانت زوينة بحال الرائحة ديال العطور. جلال بقا كيشوف، ملي كيتلافت على اليمين كيبان ليه بحال شي عرس كاين تمايا، شوية ويتبان ليه العروسة جاية بشوية. كيتلافت جهة الناس اللي كاينين في الحضور، كيبان ليهم واخا انهم كيدويو ما كيتحركوش، حتى الملامح ديالهم ما واضحاش، واخا كيدوي كيبان لك فمو واقف والجمجمة ديالو ما كتحركش. طارجة العروسة كتبان ليه آية من الجمال، حتى كتبان ليه العروسة جاية. بقا كيشوف فيها، جات عندو قالت ليه واش عرفتيني؟ قال لها لا. قالت لي انا هي الجرانة اللي كنتي غادي تضربني في الطريق وما ضربتينيش، ولو كون ضربتيني ما كنتش غادي نأذي، حيت انا اللي فيا لافت وانا اللي. قلت لي دابا مرحبا بك، هذا عرسي، ريح. دات واحد البلاصة ريحتها، كيبانوا لي دوك الناس هما تقريبا بحال الانسان، لكن لكن الملامح ديالهم ما كتحركش. ريح معاهم لكن كيبان ليه ماشي بحال اللي ما معاش، بحال ما مهتمينش بيه، بحال اللي دوك الناس ما كيشوفوش. كيشوف الطوابق الطوال وداك الشي غريب، المأكولات على الأنواع والأشكال. بقى كيشوف جلال، جا غريب هادشي هادا. بقى مريح معاهم شوية ويبدا ويغيب كامل. ضرباتو الفايقة لقى راسو في الكامين، لقى 7 ديال الصباح. جلال قال واقيلا هادي حلمة، ياك ما راني ترفعت عندهم ورجعت. جلال غادي يهز كومباك وغيديماري الكاميو، غيديماري بحال حتى شي حاجة ما كانت واقعة. جلال كمل الطريق ديالو، وحياته بقات غدا عادية وبخير. لكن جلال بقى عنده تساؤل، واش انه داكشي بصح ولا غير كان كيتخيل ليه، ولا انه بصح ملي الناس ترفع عنده. ولكن السؤال كيبقى مطروح، الا كان هادشي ماشي بصح غير حلم، علاش كامل ما بغاش يديماري ليه
ولكن في الصباح مع 7 الصباح ديما راه عادي وبشكل عادي بحال حتى شي حاجة ما كانت واقعة. وهنا الاخوان سالت القصه ديالنا. مالك الا دير شي اشتراك كاين لتحت، دير شي تعليق يكون زوين وفعل الجرس. تهلا.